هما الاتنين مهمين، بس انتي برضو هتشوفي حسب استخدامك اهميتهم. انا بالنسبة لي لو هقول اني الاهم او من وجهة نظري فهيكون البني، لان انتي سواء شعرك ويفي او كيرلي او ستريت فهتكوني عايزة ان انتي تحافظي عليه وعلى الشكل بتاعه. يعني انتي مثلا الكيرلي بيبقى فيه كيرلز، الويفي برضو بيبقى ليه شكل معين، الستريت هتكوني عايزاه يفضل ستريت، مثلا هتعمليه طاقية، هتعمليه بن، هتضفريه، تكوني عايزة تحافظي على شكله الستريت من غير ما يهيش، فهتحتاجي ان انتي تبقي مثبتة الشكل ده، فهيكون الافضل البونيه. لان سواء كيس المخدة الساتان او كيس المخدة العادي، وانتي نايمة هتتحركي فشعرك شكله هيبوظ وهينعكش. فانا بحب البونيه عشان يحافظ على شكل الشعر والهيشان ما يبقاش فيه هيشان. بس برضو البيلو كيس مهمة جدا، عشان انتي لما تصحي من النوم مش هتفضلي طول اليوم عاملة شعرك وحاطة البونيه، فهتكون اسهل بقى ان انتي تفكي البونيه وعايزه مثلا تنامي على السرير، هتتفرجي على حاجه فهتسندي على المخده، فتكوني حاطه البيلو كيس، فبرضه يحافظ على شعرك وعلى بشرتك. لان البيلو كيس العاديه او اكياس المخده العاديه بتتشرب الزيوت اللي في الشعر، فشعرك بينشف اسرع وهتلاقيه بقى هاش ونشف كده وقصف. فالاحسن ان انتي لما تنامي او تسندي خلال اليوم يكون برضو على مخدة ساتان. فانا بالنسبة لي الاتنين مهمين جدا، البيلو كيس خلال اليوم، اما البونيل ساتان عشان لما تيجي تنامي عشان تحافظي على شيب شعرك، سواء بقى كيرلي ستريت ويفي زي ما قلتلك. بس لو هرتب اهميتهم او انا هشتري ايه الاول فهيكون البونيل ساتان. واتمنى اكون فدتك، وباي.